السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة أول يوم في السنة الجديدة، كل سنة وأنتم طيبين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه السنة سنة عظيمة وسنة طيبة على المسلمين. في موضوع كده بالنسبة لموضوع الموتوسيكلات، في صفحات كتير جدا جدا ظهرت على الفيسبوك في الفترة الأخيرة. بيعرضوا منشورات ان في مكن تهريب جمارك، يعني مثلا الهوجن او المكنه الحلاوه او النحله او الارنبه او اللي بيقولوا عليها حربايه. تمام. طبعا كل ده كلام فاضي وملوش اي اساس من الصحه. دي صفحات ناس نصابه. تمام. بيزرعوا حاجات كده على الفيس، ان مجرد ان انت تبعت بس لهم فلوس على فودافون كاش. العنوان بيقول حضرتك عايز اي مكنة موجودة بسعر 3000 جنيه. طيب مفيش حاجة اسمها مكنة تهريب جمارك ب3000 جنيه. هي لو تهريب جمارك وجه باع قطع غيار، يعني باع الشاسيه، باع العجل، باع الموتور، باع حاجات في الموتور، باع كده قطع، هتعدي فوق 15000 جنيه. فدي الصفحات بتكتب مكن تهريب جمارك. طيب الصفحات دي هما بيعملوا شو بحيث ان الناس اللي مش فاهمة او ما عندهمش خبرة او الناس الطيبين يتواصل معاه ويقول له ده ارقامنا واتساب وتواصل وكذا يعني. يقوم بقى الناس المسكينة اللي هم ما عندهمش خبرة، مش عارفين يعني القصة بالظبط، يروح جاي طبعا زي المسكين يحول له 500 جنيه على فودافون كاش، يقول له دي بس أجرة العربية علشان نضمن انك حضرتك عايز الموتوسيكل، ولما العربية تيجي ادفع بقية حساب الموتوسيكل. ودي يعني شغلانة نصبايا، فالكل ينتبه منها يعني. وجزاكم الله خير.